السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده اول فيديو ليا على القناة واول فيديو ليا على الصفحة يعني، فمحتاجة منكم دعم كتير وفرحوني كده وشجعوني عشان اصور معاكم. هتبقى الصفحة متنوعة فلوجات وروتينات واكل وكل حاجة ان شاء الله مع بعض. بصوا انا معايا مكة وسليم. النهارده كنا في كافيه كده بنفسح الولاد شوية. فدي مكة عندها 3 سنين وسليم ده عنده سنة وشهرين. فروحنا كافيه حنا عندنا في الزقازيق تحفة جدا، والزقازيق بقت فيها فلوجات حلوة تعملي فيها اي فلوج جميل، وفيها كافيهات كتير حلوة قوي. ده ابو مكة جوزي. فكنا بقى هنا ايه بننطح العيال شويه. هنا طبعا قاعدين متقدره عشان خاطر العيال بيتنططوا في النطاط. بس انا جوزي اصلا طالع معايا بالعافيه، بس انا جبت برضه. هنمسك عليكم من الفيديو ده يا ابو مكه. فالبنات بقى شجعوني. بصوا هنا مكه وسليم في النطاط. طبعا كل الاولاد كده. حاسبه ايه ده اخوك وهنا بقى احنا دي كيدز اريا. الكافيه كوكا كان فيه كيدز اريا، اعملي باي، وفي هناك بقى اعملي باي، في كريبات، في بقى جو هناك حلو جدا بصراحه. والكافيه ده بالذات تحس ان فيه روح كده. دوت اللي من عايز يعرف، احنا هنا في الزقازيق في شارع طلبة عويضة الرئيسي اللي هو عند صلاح سالم، شارع صلاح اركب سالم. معاكي ازاي؟ ده كله كافيهات وحاجات تحفة جدا. فطبعا انت بقى بتخش اي كافيه في كيدز اريا وفي كل حاجة. بالذات الكافيه ده يعني انا وجوزي بنحبه جدا، بحس فيه براحة نفسية غريبة سبحان الله يعني. فاحنا هنا طبعا بصوا ده سليم اهو. بصوا ده سليم بصي هناك كان فيه زي دخلة كده حلوة قوي. لولو اعمل باي، كله شجر متقفل شجر وكله. بص انا واقفة اللي هنا ده بنات تحفة، كان حلو فكرة جميلة بصراحة. كانوا عاملينه انت قاعدة في الطبيعة مش عايزة اطلع من هنا بصراحة. انا بخش هنا مش عايزة اطلع منها. بصوا بقى وقفني هنا اصلا. بصوا طلعته كده على الكافيه. هنا بوريكم بقى الكافيه فيه قعدات كتيرة واغاني بقى رومانسية وجو حلو كده. بصوا هنا بقى ترابيزات كتيرة. انا عارفة ان الدنيا غالية وكل واحد ربنا العالم بيه، بس مفيهاش حاجة غير لما تنزلي في يوم كده تخرجي الولاد شوية، حتى لو تكوني واكلة في بيتك وكل حاجة تنزلي بس على قد المشروبات وكده. هنا بقى في كيدز اريا واحدة واقفة مع الأطفال. هنا كيدز اريا تحفة، بتخلي بالك من الأطفال وانتي بتقعدي ولحد مكة بنتي كوكا. اعملي باي. وهنا بقى جايبالك مكة اعملي باي. كانت فرحانة جدا يعني. طب اعملي باي، اعملي باي. وساعدتهم دي بالدنيا كلها والله بنات. فالحمد لله يعني على النعمة اللي احنا فيها. كيدز اريا هنا حلوة قوي. رغم كل الصعوبات اللي في الحياة، بس الأطفال وفرحتهم عندنا دي اللي بتهون علينا تعب الدنيا كله بصراحة، وتعب أي حاجة احنا شفناها في حياتنا. فالحمد لله يعني. مساء الفل. بصوا انا هنا كنت بعرفكم بنفسي، بقول لكم انا ام مكه واول مره ارفع حاجه تشجعوني، عشان طبعا جوزي بيفرح فيا جدا لو مش لاقي فيها لايكات. انا اصلا طالعه بالعافيه بعد معاناه يا بنات، فقلت لا انا هطلع يعني هطلع وبس كده اسلي يومي يعني، بان انا ما عنديش صحاب وما عنديش حد قريب مني قوي. فقلت لا هنطلع عشان تبقى انتوا عيلتي الكبيره واصحابي وكل حاجه باذن الله. فشجعوني بقى بلايكات، قولوا لي اي حاجه انتوا عايزينها، حاجات كتير كده. بقول لكم بقى هنا بعرفكم بقى بنفسي وبتكلم، بس كان في صوت كتير في المكان فكان في دوشه بصراحه، فانا قلت اسجل لكم احسن صوت على ونصور على طول. بقول لكم بقى هنا كان ان هصور معاكم فلوجات وحاجات كتير، بس انا دلوقتي بره وحطوا لي بقى لايكات كده وشوفوا انتوا عايزين ايه. في كافيه هوريكم المكان. انا عايزه اول فيديو ده يكسر الدنيا عشان ما حدش يفرح فيا جوزي ولا اي حد. خليكم بقى ايه كده بقى واقفين جنب اختكم. قولوا لي عايزين اكمل معاكم ولا لا. هنشوف الفيديو ده هيجي كام لايك كام كومنت. يلا بقى هقلب الكاميرا وهوريكم الدنيا هنا ازاي وشكلها. بجد كنت بقول لكم انا هقلب لكم الكاميرا واوريكم المكان جدا بس هو جدا جميله صراحه يعني. مش مهم بقى ان شاء الله. وده كان النهارده حاجه بسيطه كده براحه نفسيه رهيبه. اعملوا لي لايك كتير. السلام عليكم.